اتكلم معاك عن السجن وطال الحديث بصراحه زمان من ايام كلاب هاوس لما اتعرفت عليك وقتها. وانت دايما عندك تفكيك كده لفكره السجن نفسه لان ازاي قوات الامن او الامن في مصر مدور موضوع الاعتقال. خلينا نتكلم بكل بساطه يعني. وكنت مره قلت لي انه لا، هي ماشيه بسيستم معين. ايه السيستم بتاع الاعتقال في مصر؟ ازاي الناس بتعتقل؟ يعني اشمعنى ده بيحطوه في قضيه كبيره وده بيحطوه في قضيه صغيره؟ هو عشان بس نتكلم بشكل يعني دقيق. المسألة في مصر ماشية بسيستم، يعني ماشية بنقيضين، بسيستم وعشوائي. يعني هو مش كل اللي بيعمل مدبر ليه، لكن هو في سيستم بيحيط العشوائية دي والتدبير. فالاعتقال في مصر شقين. انا شايف ان شق اللي هو الناس اللي متوصي عليها، ده بيتم حط منهجيه ليه طول ما انت في السجن. طيب انت شخص زي عبد الله مثلا، مش مشهور ولا معروف ولا مين كده، قال؟ بس انا سمعت انك كنت مشهور ف كتير. خلينا نقول يعني بتخش في السيستم القديم اللي مبني من زمان، اللي هو انا بعتبره مش دقيق قوي، فبتمشي فيه. هتخش السجن وهيتعامل على حسب قوانين كل سجن. لكن انت لو معروف او كده بتتحط في سجن وبيتم تنفيذ اسلوب معين معاك. ففلان ده مختلف عن فلان ده، فهي درجات. فزي مثلا فترات برضو في مصر بتمشي بطريقه معينه. يعني في فتره من 2013 ل مثلا نقول 15، لان كنت جوه الاعتقال كله هات هات عبي، يعني عشان الحاله الثوريه دي تخمد. بعد كده لا، انا عايز ناس معينين. يعني هي كل مرحله لها وضع، فاهمني؟ فهو بدا ان هو طبعا زي ما احنا كنا بنقول، لا كان في مش عارف كام 60,000 مثلا. انا مش عارف الرقم ده كان مظبوط قوي، لكن الرقم ده بيفضي. بس لازم يبقى دايما في كتله حرجه موجوده، في مجموعه هو متحفظ عليها دائما بالظبط. موجوده جوه السجن. رقم معين تقصد؟ رقم او نموذج، او ان انا في حد مثلا مش معروف قوي بس انا هخليه نموذج. ممكن بالبلدي بيقول انا هخليه عبره، بس هو نموذج. مجموعه من الناس معتقله.